تخيل معايا تصحى كده في يوم من النوم تلاقي كل حاجة كانت بتاعتك ما بقتش بتاعتك. بيتك بقى مجرد رمز رقمي، عربيتك بقت باشتراك شهري، فلوسك بقت رقم على الابليكيشن، وممكن البرنامج يتقفل في اي لحظة. المصيبة انك مش هتعرف ده غير لما تبقى جوه السجن الرقمي بايدك ومن غير ما تحس. ده مش فيلم خيال علمي يا صديقي ولا نظرية مؤامرة، دي خطة شغالة حاليا وبتتنفذ واحدة واحدة، وشعوب العالم كلها داخلة فيها وهي فاكرة ان اللي مستنياهم راحة ورفاهية. اللي بينفذ المخطط ده هي شركة واحدة اسمها يمكن عمرك ما سمعته قبل كده، بس بتحرك ثروات بمقدار 10 تريليون دولار ورا الكواليس، وحاليا بتصمم واقع جديد للعالم، واقع ملوش بأي باب للخروج. والمفاجأة ان كل ده بيتم تحت شعار التطور والتكنولوجيا، بس الحقيقة المرة ان احنا بنتحول الارقام في نظام مش احنا اللي بنتحكم فيه، واللي هيتحكم فيه هي فئة صغيرة جدا يعتبروا اقل من 1% من سكان الكون، هم اللي هيمتلكوا حرفيا كل حاجة، وانت مجرد مستخدم سعيد لاملاك. اللي انا جاي اتكلم معاكم في الحلقه بتاعت النهارده ممكن يخليك تبص للحياه بشكل مختلف، يمكن كمان يخوفك، بس لازم تعرف الحقيقه قبل ما تيجي متاخر. والاسئله اللي عايزين نرد عليها: هو مين اللي قرر ان انت ما ينفعش تمتلك حاجه ويكون ليك سلطه على حاجه؟ وازاي ممكن يتحول بيتك واملاكك كلها لحاجات افتراضيه يقدروا ال1% اللي كلمتك عنهم يتحكموا فيها بضغطه زرار؟ وليه دلوقتي تحديدا العملات المشفره بقت هي الحل بعد ما كانوا بيحاربوها من فتره؟ وازاي شركه واحده زي بلاك روك قدرت تتحكم في كل الحاجات دي من اول اقتصادك لحد مستقبلك؟ ده اللي هنلخصه مع بعض في حلقه النهارده من الخلاصه. سنة 2030 لما نوصل لها مش هيكون في أي بشري على كوكب الأرض بيمتلك أي حاجة، وكل الأصول والأملاك اللي موجودة عندك هتكون عبارة عن أصول رقمية ملهاش قيمة فعلية أو وجود فيزيائي على الأرض. مش بس كده، ده اقتصاد العالم كله هيكون تحت تحكم فئة واحدة معينة، اللي هم حاليا أسرى أثرياء العالم زي جيف بيزوس ومارك زوكربيرج وإيلون ماسك، والناس دي يعتبر بيمثلوا أقل من 1% من إجمالي البشرية كلها. أما بقى 99% من باقي العالم هيكونوا هم المحبوسين جوه السجون الرقميه دي، ومحدش هياخد باله منها غير لما المخطط ده يتحقق ويكون الناس جوه السجن ده بالفعل. الاخطر بقى ان الكلام ده وبالرغم ان هو لسه ما اتحققش وما بقاش واقع، الا ان في اطراف حاليا في العالم بيشتغلوا على تحقيق الخطه دي، وحاليا بيحاولوا يحققوها وانت قاعد بتتفرج على الحلقه دي. طيب هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وازاي العالم كله ممكن مره واحده يتخطف وتبقى ثروات كبيره ودول كبيره تحت تحكم وتصرف فئه قليله جدا من البشر، وهي دي اللي هتتحكم في اقتصاد الكوكب كله؟ تعالى بقى احكي لك في حلقه النهارده ايه اللي هيحصل. صح لي انت بس دماغك كده معايا شويه، عشان اللي هحكيه لك ده هيرعبك، والمخيف اكتر ان كل اللي هقوله لك ده حقيقي يا اخي، ده حتى مش بيحاولوا يخبوه ولا يداروه، ده في دول بتعلن عن الكلام ده عينك كده. بص يا سيدي، القصه بدات اول ما ترامب قرر يدخل الكوكب كله في حرب عالميه تجاريه ويفرض رسوم جمركيه خرافيه على الصين وباقي دول العالم. القرارات دي لحد دلوقتي اتسببت في فوضى اقتصاديه ضخمه خلت الدولار ينهار والاسهم تقع. عشان كده الناس وقفت وقالت لازم ندور على حلول بديله، واحد من الحلول دي اللي هي طبعا اشهر حاجه كان الذهب، اللي سعره نطه كبيره الفتره اللي فاتت، وناس كتير بدات تتجه ليه كوسيله للحفاظ على قيمه فلوسها. والحلقه اللي فاتت كنا قلنا لكم ان سعر الأونصة العالميه وصل لاكثر من 3200 دولار. بس الغريب وسط الدوشه دي كلها ان في سوق حقق مكاسب خرافيه اول الفتره اللي فاتت، سوق مش هتتوقعه، وهو سوق الكريبتو او العملات الرقميه، وبالتحديد عمله البيتكوين. وعشان تبقى فاهم، فالبيتكوين اصلا اتهبد هبده كبيره الفتره الاخيره بعد قرارات ترامب، وخسر سوق العملات الرقميه بمجموع كل العملات اللي فيه الكريبتو والبيتكوين كله اكتر من 1.3 تريليون دولار من قيمته. لكن المفاجاه بقى كانت هنا، ان دلوقتي الكريبتو بقى بيقدمهولك كمصدر بديل للدولار وكمان الذهب عشان تحفظ بقيمه فلوسك، والناس كلها بدات تصدق وفعلا تستثمر فيه على اساس ان هو بديل امن. وده مش كلامي، ده كلام وزير الخزانه الامريكيه، واللي من ايام فاتت طلع بنفسه في بودكاست مع الاعلامي تاكر كارلسون وقال في تصريح مفاجئ للعالم كله ان خلاص البيتكوين بقى مصدر وحفظ للقيمه زي الذهب بالظبط. طب يا ترى ايه اللي مره واحده كده غير راي الحكومه الامريكيه من البيتكوين والعملات المشفره؟ الناس دي اصلا من فتره كانوا بيحاربوا البيتكوين، وترامب اللي كنا بنشوف ان هو بيهاجم العمله المشفره وبيتكلم في اقتصادات الدول والذهب والحاجات الماديه الممسوكه، بقى هو دلوقتي اطلق لنفسه عمله مشفره وسماها على اسمه، ويطلع في تصريحات. تخيل رئيس الولايات المتحده لما يطلع يمدح في عمله ولا يمدح في استثمار،
حجم الناس وتأثيره على الناس في العالم هيكون عامل ازاي؟ السر يا صديقي هو ان في حركة غريبة ومريبة بتحصل في الاسواق ومحدش واخد باله منها عشان الكل مركز مع ترامب وقراراته المجنونة. شركة بلاك روك اللي هي واحدة من اكبر الشركات في العالم واللي بتدير وتستثمر اصول مجمعة تقدر بقيمة 10 تريليون دولار، شغالة دلوقتي على خطة مدروسة ومحسوبة ان هم يحولوا كل حاجة في العالم من ثروات واحتياطيات الى عمله رقميه. طب يعني ايه الكلام ده؟ ركز معايا بقى في الحته دي عشان الكلام اللي هقوله لك ده مهم وخطير جدا بدون اي مبالغات. العمليه اللي بتعملها بلاك روك دلوقتي في الاسواق العالميه اسمها يعني في المصطلحات الاقتصاديه الرمزنه الماليه، ودي باختصار معناها ان انت هتجيب اي اصل حقيقي وفيزيائي في العالم سواء عقار او اسهم او حتى سندات حكوميه وهتحوله لرموز رقميه الناس تتداوله وتبيع وتشتريه على شبكه البلوك تشينج، الشبكه اللي بيتم تداول البيتكوين والعملات المشفره عليها. طب ده معناه ايه؟ معناه ان كل حاجه بتمتلكها سواء بيتك او عربيتك او ذهبك او حتى حسابك البنكي وحتى مشاريع البنيه التحتيه بتاعت البلد نفسها بيتم تحويل الكلام ده كله دلوقتي لرموز رقميه ملهاش ولا شكل ولا ورق ولا مفتاح ولا اي جسم فيزيائي تعرف تمسكه. المفاجاه ان ده مش مجرد تصرف فردي كده من شركه واحده، ده توجه عالمي بيحصل دلوقتي من كل الدول ومحدش من شعوب العالم حاسس ولا واخد باله. والدليل على كلامي هو رئيس شركه بلاك روك لاري فينيك اللي من كام سنه كان بيتهم البيتكوين وبيقول اللي عليه ان هو وسيله لغسيل الاموال، طلع من كام يوم وغلط نفسه وقال انا كنت غلطان، ده البيتكوين ده هو الذهب الرقمي الجديد وهو المستقبل في الرمزنه، وهي دي الثوره اللي هتغير شكل الاسواق العالميه كلها. ده مش مجرد كلام وخلاص، ده في تقارير رسميه انتشرت من مؤسسات تحليل ماليه كبيره زي جاري سكيل وبوستن بتقول ان حجم السوق ده هيتحول من 600 مليار دولار لحوالي 19 تريليون دولار بحلول سنه 2033. اسيب لك برضه لينكات كل التقارير دي تحت في صندوق الوصف عشان تتاكد بنفسك. طيب ماشي، كل الكلام ده جميل، ايه بقى حوار ان اصول العالم دي كلها تتحول لاصول رقميه؟ طب ما ده ممكن يكون تطور تكنولوجي طبيعي جدا. يعني ايه اللي هيحصل؟ اللي انت مش واخد بالك منه يا صديقي ان الناس اللي ماسكه خيوط اللعب في البنوك المركزيه وشركات الاستثمار الكبيره واللي منها كده ملاك شركه بلاك روك اللي يعتبر بيتحكموا في اصول العالم كله، هم نفسهم دلوقتي اللي بيشتروا البيتكوين بكميات كبيره وبيعملوا رموز رقميه لكل اصل ممكن تتخيله. هنا بقى نيجي للسؤال المهم، مين بقى اللي هيمتلك كل الهلمه دي كلها؟ عشان تفهم اللي انا عايز اشرحه لك وتفتح عيونك على الحقيقه المره، خلينا نرجع مع بعض كده بالزمن شويه سنه 2021 في عز ازمه وجائحه كورونا اللي جمدت اقتصاد العالم كله. في الوقت ده المنتدى الاقتصادي العالمي اللي كان بيقود تخطيط وتنفيذ الخطه الاقتصاديه الكبيره اللي هتمشي عليها كل دول العالم وقتها واللي بترأسه الاقتصادي الكبير كلاوس شوب، وبالمناسبه الراجل ده صديق شخصي لدونالد ترامب. في الوقت ده المؤتمر اعلنوا عن خطه كبيره هتتنفذ سنه 2030. طب ايه الخطه دي بالظبط؟ الخطه دي يا صديقي بتقول باختصار ان النظام الرأسمالي القديم ما بقاش خلاص عملي ولا مستدام ولازم نهدمه ونعيد بناؤه من جديد، والطريقه اللي احنا نبني بيها النظام الجديد ده هتكون بشكل رقمي بحت بحيث ان مفيش اي مخلوق ولا بشري في العالم يكون بيمتلك حاجه فعليه، لان كل حاجه من بدايه بيتك لفلوسك لعربياتك هتكون رقميه، واللي هيتحكم في كل الهلمه دي كلها هو النظام الجديد اللي بيتبني دلوقتي تحت غطاء التطور والابتكار. الموضوع وصل ان هي اتقالت بالحرف كده في وسط الاجتماع، في 2030 لن تكون مالكا لاي شيء لكنك ستكون سعيد. لكن السؤال بقى هنا، هل هتكون سعيد بمزاجك ولا هم خلاص برمجوك؟ والسؤال الاهم هو مين بقى اللي هيتحكم في النظام الجديد ده؟ المنتدى ده يا صديقي كان بيشتغل مع شركات كبيره وعابره للقارات، الشركات اللي تعتبر بتتحكم في العالم كله سواء بشكل رقمي او مالي او اقتصادي او على مستوى التكنولوجيا والسوفت وير، واولهم طبعا يعني بطل حلقتنا شركه بلاك روك، ومعها بقى مايكروسوفت وابل وامازون، ومعاهم بقى كده من بعيد البنك الدولي اللي هو بيسلف الدول الفقيره. شوف يا اخي الصدفه، يعني معظمهم شركات امريكيه كلها. الخطه دلوقتي يا صديقي بقت شغاله بسرعه الصاروخ بعد ما ضربوا الاقتصاد العالمي بحروب وموجات تضخم كبيره، وبداوا يروجوا للرموز الرقميه والعملات المشفره على اساس ان هي المستقبل. بلاك روك والشركات العملاقه خلاص دخلوا السوق واشتروا كل الاصول والاسهم وهي واقعه بسبب حرب صاحبنا التجاريه، وقدروا يحولوا وينقلوا كل الملكيات دي لاصول رقميه، وفي الاخر هيقوموا ممتلكين كل حاجه، وانا وانت وكل شعوب العالم هنتحول لمجرد مستخدمين لاملاكنا مش ملاك حقيقيين. يعني بيتك اللي انت قاعد فيه ده بعد كده تدفع له اشتراك شهري، عربيتك اللي راكنه تحت دي بعد كده تستخدمها بنظام نقاط رقميه، فلوسك اللي انت حاططها في البنك دي هتكون مجرد ارقام في تطبيق ممكن يتقفل في اي لحظه. لو قلت اي كلمه كده ولا كده وما عجبتهمش تحت اي مظله تبع ليهم
او حتى بيتحكموا في نظامها السياسي. حرفيا الموضوع هيكون عباره عن دخولك لسجن رقمي من غير ما تحس باي حاجه. ويوما ما في المستقبل هتصحى تلاقي نفسك في قفص الكتروني مفيش منه اي مفتاح تعرف تخرج منه. تخيل بقى معايا لو كل حاجه في عالمنا دلوقتي بقت رقميه ومرتبطه بالنظام ده، ايه اللي هيحصل لك لو حد داس على زرار وقال لهم الحساب ده يتقفل؟ هل هتعرف تقاوم؟ هل هتقدر ترجع املاكك؟ ولا هتكتشف ان انت بقيت مسجون في سجن رقمي انت ما تعرفش عنه اي حاجه؟ دلوقتي يا صديقي انت عرفت واكتشفت الصوره الكبيره، عرفت ازاي العالم بيتغير حوالينا وانت مش واخد بالك، وازاي شركه زي بلاك روك وشركات تانية بتحول كل حاجه حوالينا لارقام وبتخطط لمستقبل انت مش جزء فيه، لكن هتكون مجرد بيانات موجوده جواه. بس السؤال الحقيقي اللي محتاج تساله لنفسك، انت ناوي تفضل متفرج ولا ناوي تفهم اللعبه قبل ما تخش جواها غصب عنك؟ اللي بيحصل ده خلي بالك مش مؤامره، دي خطه واضحه وبيعلنوا عليها وكل يوم بيتنفذ منها جزء، والدور خلاص بقى جاي على كل واحد فينا. فلو الفيديو ده حرك جواك اي تساؤل او خلى دماغك تشتغل حتى لو بنسبه بسيطه، ما تحتفظش بالمعلومه لنفسك، شارك الفيديو بتاعنا وشارك اللي انت عرفته وافتح عيون ناس تانية حواليك، لان الوعي هو اول خطوه في اي مقاومه. المعركه الجايه خلاص مش هتكون زي زمان بالبندقيه، هتكون بالبيانات والاقتصاد والتحكم في الحقيقه نفسها. وافتكر دايما ان اخطر سجن هو اللي انت ما بتكونش عارف انك موجود فيه. ولو وصلت معانا لحد هنا اعمل لنا لايك واشتراك في القناه، وما تنساش تفعل زرار الجرس عشان توصلك الخلاصه. سلام.